السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هعمل معاكم النهاردة اكلة سهلة جدا وبسيطة، وحاجة كده مش مكلفة وبتسد كده في اي يوم عادي. لو انتي مستعجلة او وراكي اي حاجة فبتعملي الاكلة دي، واكلة محبوبة جدا وسريعة وجميلة جدا. هنسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدأ مع بعض الوصفة. بصوا، حاجة كده عسل. هنعمل النهاردة مكرونة سباكيتي، حاجة كده جميلة بطريقة سهلة جدا، وفي 5 دقايق هتعملي أحلى غدا وهتسعدي ولادك وهتأكليهم، وحاجة كده جميلة. أول حاجة هنا عندي حلة فيها مية، هحطها على النار وهنزل بيها كده في قلبها بمعلقة طماطم مفروم. بتدي لون كده للمكرونة وانتي بتسلقيها. ده اختياري، عايزة تعملي كده ماشي، مش عايزة خلاص. وهحط هنا معلقة ملح أبيض، وهغطي الحلة كده لحد ما النار تغلي، المية تغلي على النار. وهبدأ انزل هنا المكرونة الاسباجيتي عندي مقطعاها 3 قطع او قطعتين زي ما انت عايزة، بس انا مش بحب ان هي تكون طويلة قوي. هنزل بيها هنا على المية المغلية. يا ريت اللي يشوف قناتي انا يوميات تيتا ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك للقناة لو اول مرة تشوفوني. واحب اشكر كل متابعيني اللي بيسعدوني بالكومنتات بتاعتهم الجميلة، ربنا يخليهم ليا يا رب. هنا هنسيب المكرونة حوالي 7 دقايق او 8 دقايق كده تغلي على نار هادية، لحد ما المكرونة هنا معايا. بصوا قوامها عامل ازاي. ما نحاولش ان احنا نسيبها فترة في المية تغلي علشان ما تسحش معانا في التسوية، وبعد كده هتلاقيها اتعجنت. يعني ما نطولش عليها. بعد كده هنصفيها، وهنزل هنا بحوالي نص كوباية زيت. عندي هنا كيلو طماطم انا عصراه في الخلاط ومصفياه. هنزل على الزيت هنا كده بعد ما يتقدح. هحط هنا معلقه فلفل اسمر ومعلقه ملح ابيض، نص معلقه اللي هي ال7 بهارات، نص معلقه بهارات مشكله. بس كده، هي دي كل البهارات او الحاجات اللي احنا هنحطها على الطماطم. مفيش اي حاجه، وحاجه بسيطه جدا وسهله وتقدري تعمليها. يعني انا بعملها في 5 دقايق بصراحه. هنا خلاص كده الطماطم اتسبكت بتاعه المكرونه. هنزل هنا بالمكرونه بقى على الصلصه. وخلاص كده كده اكلتنا خلصت وبقت جاهزة للتقديم. عايزة تعملي جنبها شوية بطاطس محمرة، شوية بيض مسلوقين، حاجة كده عسل. مش مكلفة خالص ولا بتاخد وقت نهائي. بصوا كده ما شاء الله عليها، حاجة كده جميلة. اللهم بارك، شوية مكرونة عسل، ولا هي معجونة ولا اي حاجة. اهم حاجة ان انت تتبعي ان انت ما تخليهاش تستوي في السليق، تديها 3/4 سلقة. وما تتكش عليها في السليق علشان ما يتعجنش منك بعد كده. بصوا هنا ما شاء الله، حاجة روعة. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.